فرح رابونزل ويوجين. بيبدأ فرح رابونزل ويوجين في المملكة اللي كانت عاملة تجهيزات وتحضيرات للفرح جامدة جدا، وكانوا معلقين ليهم صورة كبيرة وسط المملكة، وكل أهل المملكة كانوا فرحانين جدا باليوم ده، وكل حاجة كانت ماشية تمام زي ما رابونزل ويوجين كانوا عايزين بالظبط. وجوه القاعة بنشوف الحرامين أصحاب رابونزل ويوجين بيعزفوا وهم مبسوطين، وبعدها بيدخل الحصان ماكس والحرباية باسكال، وماكس كان شايل خواتم يوجين ورابونزل، وباسكال كان بيرمي الورد في كل مكان. وأول ما الأميرة رابونزل بتظهر بيبدأوا العزف مرة تانية، وبعدها بتدخل ومعاها باباها، ويوجين أول ما بيشوفها بينبهر بيها وبجمالها وبيكون فرحان جدا. ولحد دلوقتي كل حاجة ماشية زي الفل، لحد ما بالغلط وردة بتقع وبتدخل جوه مناخير ماكس، وده بيخليه طبعا يعطس، وساعتها الخواتم بتقع منه وبتفضل تمشي لحد ما بتخرج بره القاعة. فبيتصدم ماكس صدمة السنين، وبيبص على رابونزل ويوجين بيلاقيهم بيطلبوا الخواتم علشان يلبسوها، وبيتصدموا لما بيكتشفوا ان ماكس ضيع الخواتم. وساعتها مامتها بتزعق له وهي بتقول ان دول كانوا خواتم الجواز بتاعت جدتي. وبعدها رئيس الحراس قال ان كده المملكة عليها العوض. بس بعد كده بنعرف ان كل ده ما كانش حقيقي، وان ماكس كان بيتخيل ايه اللي هيحصل، بس اللي حصل بجد ان الخواتم وقعوا وطلعوا فعلا يجروا بره القاعة. فبيخرج ماكس هو وباسكال بالراحة من القاعة، وبعدها بيطلعوا يجروا ورا الخواتم، لكن للأسف كل خاتم بيروح في اتجاه مختلف عن التاني. فماكس وباسكال بيقرروا انهم ينفصلوا وكل واحد فيهم يروح يجيب خاتم. وساعتها باسكال بيلاقي الخاتم اللي المفروض يجيبه دخل جوه سلطانية الشوربة، فبيدخل وراه وبيقدر يمسكه. ولما بيجي يطلع من السلطانية بيلاقي ان في ناس خايفين منه وناس تانيين عايزين يضربوه، وده خلى الخاتم يقع منه مرة تانية، وبقت الناس بتجري وراه وهو بيجري ورا الخاتم لحد ما في الآخر بيمسكه بلسانه. بس للأسف ساعتها لسانه بيلزق في تمثال تلج، وفضل متثبت بالمنظر ده ومش عارف يتحرك. وبعدها بنروح لماكس بنلاقيه بيجري ورا الخاتم وهيمسكه حتى لو هيخش في عربية فساتين، وبعدها عربية جزم، وبعدين عربية كلها برانيت، ويخرج لنا بالمنظر ده. وده خلى طبعا حصان زي ده يعجب بيه ويعكسه، بس ماكس مسكتلوش، راح مديله بالرجل في وشه طيره. وفي الوقت ده باسكال اخيرا بيقدر يخلص نفسه من التثبيته اللي كان متثبتها، بس بعدها بيقع على رجل واحد من المعازيم، فبيخاف وبيقع على الترابيزه اللي عليها تمثال التلج، فالتمثال بيطير لفوق. وفي الوقت ده ماكس بيقدر اخيرا ان هو يمسك الخاتم، ولسه هيفرح ويقول هي، التمثال بينزل على العربيه اللي كان واقف عليها، فالعربيه بتطيره لفوق وبيضيع منه الخاتم مره تانية. وبعدها بينزل على العربيه فبيستغلها وبيطلع يجري بيها ورا الخاتم. اما باسكال فهو كمان بيطلع يجري ورا الخاتم بتاعه اللي بيتعلق في مصباح من المصابيح، وبيفضل يجري ورا المصباح علشان يلحقه، بس للاسف المصباح بيختفي في وسط المصابيح دي كلها. طب نسيب باسكال في حيرته ونروح لماكس بنلاقيه اخيرا مسك الخاتم، ولسه هيفرح تاني ويقول هي، بيعدي على الناس اللي بيبيعوا طاسات وبيخبط في الطاسات بتاعتهم. والكارثه اللي بجد ان صوت الطاسات اللي اتخبط فيها ماكس كانت نفس صوت اشاره اطلاق الحمام، وفعلا ساعتها الحمام بينطلق، وانطلاق الحمام برضه بيكون اشاره ان المصابيح هي كمان تنطلق، وطبعا المصابيح هي كمان بتنطلق. وكل اللي حصل ده بيكون بالغلط، لان ده مش ميعاد لا اطلاق الحمام ولا اطلاق المصابيح. وساعتها باسكال بيستغل الفرصه وبيطلع على المصابيح وبيفضل يدور على الخاتم بتاعه، واخيرا بيلاقيه. وفي الوقت ده بيكون ماكس لسه راكب على العربيه اللي تتخبط وبتطير ماكس لفوق، لدرجه ان هو عدى من ورا باسكال وباسكال ما شافهوش. وبعدها الحمام بيخبط باسكال وبيقع منه الخاتم اللي بيطير وبيخبط في حديده، وبعدها بيتعلق في رجل حمامه، وبسبب خبطه الخاتم في خشبه كبيره بتقع على براميل العصير، والعصير بيقع على الارض وبيغرق الشوارع كلها. وكان ماكس وباسكال بيحاولوا يهربوا من العصير، وبيفضلوا يجروا لحد ما ماكس بيمسك في حبل وبيطيروا في السماء بعيد عن العصير اللي بيقع. وساعتها باسكال بيشوف الخاتم فبيحاول يمسكه، بس للاسف برضه ما بيعرفش، فساعتها بيستخدم لسانه وبيقدر فعلا ان هو يمسك الخاتم، وبكده بيكونوا هما الاتنين جابوا الخاتمين بتوعهم، بس برضه في الاخر بيقعوا في مكان غريب جدا. وبعدها بيدخلوا القاعه وهم بالمنظر ده، والمعازيم ورابونزل بيكونوا مخضوضين من شكلهم جدا، ويوجين بياخد منهم الخواتم وهو قرفان جدا، واخيرا بيلبسها هو ورابونزل، وبكده بتكون رابونزل ويوجين اتجوزوا رسميا. وساعتها المملكه كلها بتحتفل، وحتى الحراميين هم كمان كانوا فرحانين وكانوا عمالين يعيطوا. وبعدها ماكس وباسكال بيكونوا فرحانين انهم قدروا يجيبوا الخواتم، ولسه هيستريحوا بيخبط ماكس في التورته بالغلط فبتخرج بره القاعه. وبعدها ماكس بيسمع يوجين وهو بيسال مين عايز حته من التورته. ايه ده تاني؟ لا روح هات انت بقى يا عم الحاج. وبس كده. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والسبسكرايب، وما تنسوناش كمان في تعليق جميل منكم وتقولوا لنا في التعليقات عايزين نقدم لكم ايه الحلقات الجايه. باي باي.